اخواتي، مباراة الاهلي وحرس الحدود يوم الثلاث، مباراة لازم فيها الفوز بقى. يعني خلاص بقى احنا رجعنا لسلسلة الفوز، وكابتن عماد النحاس بدأ يشوف الفرقة، تريزيجيه بدأ يلعب كورة، فبإذن الله نفوز عشان هتدينا معنويات جامدة في مباراة الزمالك القادمة. لأن الزمالك هيبقى داخل بمعنويات أعلى مننا بكتير، لأن الزمالك طبعا أول الدوري والدنيا مظبوطة معاه على الآخر. احنا ما بنلعبش كورة، الدنيا خربطة على الآخر، فلازم نكسب المباراه دي عشان تدينا معنويات عاليه في مباراه الزمالك. سريعا، التشكيله: الشناوي، ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، الاثنين دول جامدين قوي. على الشمال كوكا، طبعا انت ما بتطلعوش من التشكيله. محمد هاني، قدامهم مروان عطيه طبعا، بن رمضان وديانج، ويا ريت يلعب بنفس التشكيله بتاعت المره اللي فاتت، كانت احسن بكتير قوي. تريزيجيه، طاهر، قدامهم شريف. مع ان انا اتمنى يبدا بالشحات. الشحات كان جامد قوي. الشحات كان جامد قوي. قولوا لي بقى رايكم في التشكيله، قولوا لي هل الاهلي هيفوز ولا لا. اتوقعوا نتيجه المباراه، وسلام.